السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. فيديو النهاردة سهل وبسيط، هنعمل مع بعض طريقة عمل الغريبة بمقادير سهلة ومظبوطة. يلا نشوف الفيديو مع بعض. بس اتمنى منكم يا جماعة اللي دخل القناة شير ولايك وسبسكرايب للقناة. معايا كده مقادير الغريبة. معايا نص كيلو سكر بودر، كيلو الا ربع سمنة، كيلو ونص دقيق. لو احنا هنعملهم بالكوباية بقى هتعملي كوبايتين سكر بودرة على 4 كوبايات سمنة على 8 كوبايات دقيق. لو انت هتعملي بالكوباية يعني بتضاعف الكمية بالكوباية، 2 سكر و4 سمنة و8 دقيق. فاهمين قصدي؟ لو هتعملوهم بالكيلو انا عاملة هنا كيلو ونص دقيق، كيلو الا ربع سمنة، ونص كيلو سكر بودر. التزيين بقى حسب ما انتوا عايزين. اللولي ده بيجي من اي خامات حلواني، بقى شكله حلو في التزيين. عايزين تحطوا زبيب وسوداني اللي انتوا عايزينه. اللولي ده بتجيب الكيس ب5 جنيه من عند اي عطار. وفي ازايز طبعا، في ازايز بتبقى الازازه كبيره شويه كده بغطا ب15 جنيه. بس انا جايبه 3 اكياس دول ب15 جنيه، يعني مش مكلف، هو سعره كويس. وكيس فانيليا. الغريبه يا جماعه 3 مكونات: سكر ودقيق وسمن. التزيين ده طبعا زي ما انتوا حابين، اللي عايز يحط مكسرات يحط، وكيس فانيليا. هنا بقى عايزه اقول لكم على حاجه. الكوبايه اللي احنا هنعاير بيها، مثلا لو هتشتغلي بالكوبايه في العجن، الكوبايه اللي انت هتعايري بيها السكر هي نفس الكوبايه اللي انت هتعايري بيها السمنه، هي نفس الكوبايه اللي هتعايري بيها الدقيق. لكن لو هتشتغلي بالميزان هيختلف. فاهمين قصدي؟ وحاجه كمان عايزه اقول لكم عليها: السمنه تبقى لسه مطلعينها من التلاجة، غير ما بتعملي البوتفور. الزبده بتبقى ايه، يعني بدرجه حراره المطبخ، لكن السمنه بتبقى جامده شويه عشان تبقى حلوه معاكم في العجن، يعني تبقى جامده ماسكه نفسها كده شويه. يلا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا بقى اكسر السمنه بايدي شويه كده عشان هجيب المضرب اعملها بيه قبل ما احط السكر عليه. هجيب هنا كده بوله عشان دي صغيره للعجن. محدش يستصعب الغريبه يا جماعه، سهله قوي والله في العجن وفي العمايل، وما بتاخدش 10 11 دقيقه في الفرن وبتستوي معاكم. بس اهم حاجه لما تستوي ما تحركوهاش لما تبرد من الصواني، عشان بتبقى مش مستحمله، يعني بتبقى دايبه اهو، بتبقى لسه سخنه. هجيب بقى المضرب. هنا جبت المضرب كده، هفكك السمنه معايا شويه بسيطه. هحط هنا اول كوبايه سكر، اللي عايز يعملها بايديه يا جماعه يعملها. هنا بقى كده فككت السمنه كلها مع السكر. هفضل اضرب في العجينه لحد ما تبقى الفوم بتاعها كده عامل زي الكريم شانتيه، قبل ما نضيف الفانيليا والدقيق. نضرب بقى كويس فيها كده لحد ما تفكك معانا كلنا، ما نلاقيش تكتلات سمنه خالص، تبقى عامله زي الكريمه كده قبل ما نضيف الفانيليا ونضيف لها الدقيق. شايفين بقى العجينه؟ انا بوريها لكم بس قبل ما اضربها شويه كمان، عشان برضو السمنه كانت ساقعه.
لازم تبقى مضروبة ومخدومة كويس عشان تطلع معاكم القريبة حلو. شايفين حتة سمنة ازاي في قعر البولة بالشكل ده. لازم نضربها بقى كويس خالص وندخل كده الخليط كله في بعضه. اللي عايز يا جماعة يعملها بايديه يعملها عادي. في ناس بتحب تعمل الغريبات تعجنها بايديها مش بالعجان ولا بالمضرب. انا بقلب كده بالمعلقة عشان اشوف ايه لو في حتت سمنة صغيرة ما اتضربتش ولا حاجة تتعمل. اهم حاجة لنجاح الغريبة ضرب السكر والسمنة كويس. شايفين بقى كده القوام اللي احنا وصلنا له اهي عامله زي الكريمه بالظبط اهو. كل ما تبقى كده كل ما يطلع معاك الغريبه مظبوطه وجميله اهي. قبل ما نحط الدقيق اهي تبقى عامله زي الكريم شانتيه بالظبط. هضيف بقى الدقيق واعجن بايديا. هنا بقى هضيف الدقيق شويه بشويه كده وابدا اعجن بايديا. اعملوها يا جماعه في البيت احسن ما تشتروها. هي كده كده الخامات غاليه وكده كده غاليه بره في اي فرن غاليه او في اي محل حلواني غاليه. يبقى نعملها نضيفه لاولادنا احسن في البيت. نلم كده بالراحه. عايزه اجيب حاجه اكبر. انا جبت البوله دي اكبر شويه. هحط بقى هنا كيس الفانيليا. هعجن بقى لحد كده لما العجينه كلها تتمسك وتدخل في بعضها. ما تخافوش ان هي بتلزق منكم. شويه بشويه دقيق كده هيتشرب مع السكر والسمنه. اللي عايز يا جماعه يعملها بزبده هي بتنفع بالزبده وكل حاجه. بس لا ما بحبهاش. البوتفور هو اللي بيتعمل بالزبده
لكن لو عايزه تعمليها ممكن لو عندك سمنه بلدي اعمليها بيه. نلم كده العجينه كلها مع بعض. هنا كده خلصت العجينه بالشكل ده لحد ما لمت معايا اهي. لو هقول لكم بقى على طريقتين، لو العجينه مثلا باظت منكم لا قدر الله، لو طريت منكم تزودوا دقيق، لو هي ناشفه منكم حطوا معلقتين سمنه، سيحوهم وبردوهم ولموا العجينه. لكن العجينه الحلوه دي ما شاء الله اهي بالشكل ده. هاخد العجينه بقى واقعد اعملها. انت بتختبريه، انا قلت لكم على الحلين. هنعمل كده الغريبه زيناها باي حاجه انت عايزاه، المقاس بقى والحجم اللي انتوا عايزينه. كده بالشكل ده جيبوا اللولي اهو. عايزه تحط زبيب وسوداني حط، عايزه تحط مكسرات اللي انتوا عايزينه. بس لما تيجي تعمليها غزيها كده بصبع. ولما تعملي حاجه والنتيجه بتاعتها تطلع كويسه هتفرحي منها. اي حاجه انتوا تحطوها اغرزوها كده بصبع عشان لما تستوي ما تطلعش لفوق. برضو لما نيجي نحط السوداني او الزبيب نجيب السودانيه بالشكل ده اهي. اعمل لك واحده بالزبيب برضو اهي، عشان ما تستويش الغريبه واللي انت مزينه بيه يطلع. اعمل واحده كمان معاكم وبعدين بقى اقعد اعملهم، بس حاولوا الاحجام كلها تبقى قد بعض. اهي كده بالشكل ده. هكمل بقى عشان الفيديو ما يطولش عليكم. خلصت دي كده اول صينيه، اعملوها بقى الحجم اللي انتوا عايزينه. هكمل بقى واوريها لكم. الاشكال بقى الصغيره اللي انا عاملاها دي 3 دوائر بتعملوها جنب بعض زي الورد، ودي اشكال طويله كده لو حد عايز يغير شكل الغريبه وهي مدوره. خلصت كده الغريبه معاكم بالشكل ده. سواها ما بياخدش حاجه في الفرن، هي من 10 دقايق ل 12 دقيقه. سواها مظبوط ازاي. اتمنى ان انتوا تجربوها بنفس المقادير، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. مع السلامه.